انا مش جاي اقول لك ان مرات الاب سمت العيال الستة وابوهم في المنيا، انا جاي اقول لك على اللي اداها الطريقة من 6 شهور فاتت او هي خدتها منه. ايه هي الطريقة دي ويا ترى خدتها من مين؟ كل ده هنعرفه مع بعض من خلال الفيديو ده. بس يا ريت وانت بتسمعني دلوقتي تعمل لايك للفيديو واعمل متابعة لصفحتنا الجديدة علشان دي اللي هيكون عليها الفيديوهات. ويلا نبدأ الفيديو. من حوالي 50 يوم فاتوا في محافظة المنيا وبالتحديد مركز درمواس قرية دلجة، أهل القرية هناك اتفاجئوا بتسمم عدد من أسرة واحدة بعضهم في حالة خطر، علشان بعدها يتصدموا بموت الحالة الأولى. الدكاترة هناك حاولوا ينقذوه بكل الطرق لكن للأسف اتوفى رحمة الله عليه. ومن بعدها بدأت حالة الأطفال الباقيين تزداد سوء. الدكاترة مش فاهمين إيه اللي سمي العيال دي وإيه نوع السم، محدش عارف حاجة والحالات عمالة تزداد سوء. الخبر انتشر بشكل كبير جدا، محدش فاهم حاجة والصدمة كانت للجميع. موت الأطفال واحد ورا الثاني، نفس الأعراض تيجي للواحد فيهم ورا الثاني، ينقلوه المستشفى يحاولوا إسعافه بكل الطرق، بعدها يتوفى رحمة الله عليهم لحد ما توفوا الأطفال الست. علشان بعدها بأيام نفس الأعراض اللي بتشبه بالظبط حالة التسمم تيجي للأب يعاني من نفس الأعراض، ينقلوه للمستشفى يحاولوا إسعافه لكن يتوفى رحمة الله عليه. القرية هناك والقرى المجاورة ليهم حصل عندهم ذعر، مصدومين مش مصدقين اللي حصل ولا عارفين إيه اللي حصل بالظبط. طب إيه أسبابه يا جماعة؟ حد يعرفنا علشان ناخد بالنا ونحمي أولادنا. معقول أسرة بالكامل في يوم وليلة تروح كده؟ لحد ما بدأت تظهر إشاعات إن الموضوع وباء وغيره. أيوة بالظبط زي ما سمعت كده، اتقال إن ده وباء منتشر وهيلف على كل القرى والنجوع والبيوت هناك، لدرجة إن وزارة الصحة نزلت خدت عينات عشوائية من الناس، والعينات دي أثبتت إن مفيش أي حاجة في الجو، مفيش أي وباء منتشر ولا حاجة، وطمنوا الناس. لكن للأسف الناس زي ما هي قلقانة، أي حد يجيله أي مغص، أي حد تظهر عليه أي أعراض يقول لك بس ده الوباء اللي خد الأسرة بالكامل. اتقال إن سبب تسمم الأسرة دي وموتهم هو مبيد حشرة رش جه على الأكل، ولما كلوا منه تسمموا وتوفوا رحمة الله عليهم. لحد ما الأجهزة الأمنية أكدت إن وفاة الست عيال وأبوهم بفعل فاعل، وهنا التركيز كله كان على مرات الأب، وبالفعل تم التأكد إن مرات الأب هي اللي ورا الحادث وهي اللي سمت الست عيال وأبوهم. أما عن الطريقة اللي استخدمتها فقبل ما أقول لك عليها تعال هاخدك لمسلسل اتعرض من شهور في رمضان فيه نفس الطريقة بالظبط. أيوة زي ما سمعت كده، وركز معايا في اللي هقوله. في الحلقة الأخيرة بتاعت المسلسل فيه ممثلة معاهم سمت اللي في البيت كله، جابت السم وجهزته وهي بتحضر الأكل ليهم، فضت السم في الشوربة، فضت العلبة بالكامل، وزعت الأكل عليهم، شربوا الشوربة، وبعد ما خلصوا الكل مات واترمى على الأرض. نفس المشهد ده اتكرر مع مرات الأب بتاعت المني. أول ما عرفت إنه خلاص رجع لأم عياله وإنه ممكن يطلقها في أي وقت، قالت أخلص من العيال ومن أمهم علشان يفضلي وبس، وعلشان ساكنة في مكان تاني وما بتعملش ليهم الأكل وما لقيتش أي فرصة تحط حاجة في الأكل، هي بتخبز ليهم العيش كل أسبوع. أيوة زي ما سمعت كده، الفرن عندها تخبز ليهم العيش وتبعته لهم على البيت. فجابت السم وجهزته وفضته في العجين بتاع العيش، خبزت العيش وبعتته هناك، علشان كده كل اللي بياكل من العيش يحصل ليه نفس الأعراض ويموت بعدها. الأم قالت أنا كنت خايفة منها وما باكلش أي حاجة من إيدها خوفا من السحر وغيره، لكن الأولاد الست وأبوهم بالفعل كلوا من العيش، علشان كده واحد ورا الثاني حصل ليهم تسمم وتوفوا جميعا رحمة الله عليه. تخيل واحدة قتلت أسرة بالكامل، 6 أطفال وأبوهم، وكانت عايزة تموت أمهم. مش بس كده، كمان القرية اللي هي فيها والقرى المجاورة ويمكن محافظة المنيا بالكامل كانت عايشة في رعب بسبب اللي حصل، محدش فاهم أي حاجة ولا يعرف الأسباب. علشان كده بنطالب قضاءنا العادل بسرعة القصاص منها، ويا ريت يكون في ميدان عام يتم إعدامها قدام الكل، وده قليل عليه. بس كده، ده لو ليها شركاء أي حد ساعدها، أي حد اقترح ليها الاقتراح ده يتعدم معاها فورا. بس كده وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت ما تنسوش تعملوا مشاركة للفيديو ده في كل مكان، واعملوا متابعة لصفحتنا الجديدة علشان دي اللي هيكون عليها الفيديوهات. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.